السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل حملة تنظيف، سلسلة تنظيف كده. هنا ده سرير ابني. هغير الملاية وهحاول اقلب المرتبة. دي مرتبة قطن، فهحاول اقلبها عشان ما تكلكعش في ناحية او ناحية لا. وهنفضها كويس وهفرشها ملاية سرير جديدة نظيفة يعني. وهنا زي ما انتوا شايفين، انا هوريكم المنظر كله على الطبيعة. هنا زي ما انتوا شايفين ولادي لما يحبوا يطلعوا هدوم بيطلعوا كل حاجة ويرموها. يعني بحاول ان انا اقول لهم لا او مش عارفة ايه، مرة يسمعوا الكلام وعشرة ما يسمعوش. ربنا يهديهم يا رب. هحاول اطبق الهدوم دي، مش هحاول، ان شاء الله هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنتوكل على الله كده ونبدأ كده يومنا ان شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ونبدأ ننفض السرير ونغير الملاية بتاعته. وان طبعا قبل ما نفرشه الملاية النظيفة نقلب المرتبة ونروقها خالص وننفض الشبابيك. دي شبابيك بلكونة، هننفضها كويس ونفرد الستائر، وهنوريكم المنظر الأخير لشكل أوضة ابني بعد التنظيف. وهنا يا حبايبي أنا نفضت المرتبة كويس وقلبتها وشلتها وحدي، لأني ولادي في المدرسة وجوزي كمان في شغله، جوزي مدرس. نفضت المرتبة كويس جدا، ونفضت الخشب بتاع السرير، ونفضت المنور اللي قصدي الشبابيك. الشبابيك دي هي على منور، بس منور يعني مش على حمام ولا حاجة، منور كده فاضي يعني على شارع. نفضته كويس. وهنا هنفض الكراسي بتاعت الانتريه وهنفضها كويس جدا، وهكنس الارضية ووريكم الشكل النهائي. معلش على ان انا بصور لنفسي، محدش موجود معايا، بس فعلا ان المرتبة قط كانت تقيلة جدا. الحمد لله اني خلصت منها وظبطتها كده وفرشت عليها الملاية كده بتاعت ولادي. انا هنا بنيم ولادي الاتنين مع بعض، ابني الكبير في تانية ابتدائي وابنه الصغير في كي جي 1. وعندي اوضه يعني عشان المكان بتاعي محكوم مفيش غير اوضتين للاولاد، وعندي اوضه كده مستقله لبناتي. انا عندي بنتين وولدين، فانا هنفض وهفرش المفارش، هنفض ولمع الخشب بتاع كراسي الانتريه، وهشوف لو اي حته في حيطه او اي حاجه وسخه عايزه تتمسح انضفها وامسحها، واوريكم الشكل النهائي بعد التنظيف. وده كده منظر الأوضة النهائي. ودي الأرضية أنا نظفتها كويس وطبقت الهدوم، شلتها يعني لغاية أنا. وده يا حبايبي الشكل النهائي لأوضة ولادي. أنا هنا بنيم ولادي زي ما قلت لكم الاتنين. فهنا اهو نظفت السرير وفرشت الملاية ولمعت الخشب بتاع السرير وفردت الستائر زي ما انتوا شايفين، ولمعت خشب الانتريه وفرشته فرش للانتريه نظيف، ونظفت الارضيه. وكده شكلها النهائي. وما تنسوش، ما حابه اقول لكم قصدي كلمه، ان ولادنا هم ثمره حياتنا، فيهم اللي نزرع الخير، وممكن يعني نزرع الخير ونعمل ونزرع القيم والاخلاق فيهم، فهم يعني ثمرتنا. فنحاول احنا نفرغ اكبر وقت ممكن لولادنا علشان نوريهم الصح والغلط، لان هم لسه صغيرين بيتعرفوا على حاجات ما مش هيعرفوا يفرقوا ما بين الصح والغلط. معلش انا بنهج لاني تعبت جدا من التنظيف. حاول اكمل واروح اشوف اكلي انا هعمل ايه على الغدا. فكده كده خلاص كده الشكل النهائي. وبصوا منظر كده عامل ازاي. هنا انا حاطه هنا شماعه، برضو شماعه ومعلقه فيها الجواكت بتاعت ولادي اللي هم بيلبسوها هم وخارجين. ويا رب يعجبكم الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في باقي سلاسل التنظيف. السلام عليكم.